السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير بحول الله. غادي نصايبوا واحد البسكويت اللي كيعجب الوليدات الصغار بمكونات اللي هما بساطين وكيتحضر بسرعه. بسكويت اللي زوين وتيجي لذيذ. عندي 3 البيضات، كاس سكر حبيبات صافي. من بعد كنضيف واحد قبيصه ديال الملحه وساشي ديال الفاني وكنخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى كينسجموا ليا. ومن بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت. من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نضيف دابا كاس ديال الزيت كما قلت لكم. دائما القياسات بكاس ديال العنبه، كاس الشاي المغربي. صافي كنخلط مزيان مزيان حتى كيدخل ليا داك الزيت في العناصر الاولى. من بعد كنضيف واحد 2 معالق كبار ديال النشا. دوك كيعطيو واحد يعني كيجي داك البسكويت ديالنا خفيف وراه كيجي مقرمش، ولكن مع هاد النشا كيجي خفيف شويه. صافي كندخل دوك 2 معالق ديال النشا مزيان. ومن بعد غادي نضيف الدقيق. الدقيق يعني ما نحدد لكمش كميه، كتبقى دائما على حساب يعني النوعيه ديال الدقيق. غادي نضيف ايضا خميره بوزن 8 ديال الغرامات. صافي كنخلط وانا كندخل ديال الدقيق تقريبا كتهز يعني 600 حتى ل 700 غرام ديال الدقيق. المهم كنخلطو مزيان، ولكن يعني قبل ما نقصحوا العجين، ماشي نقصحوها يعني قبل ما تجمع لينا مزيان غادي نقسمها على 2. المهم تبعوا معايا المراحل، ما تحرقوا حتى شي مرحله باش ينجح معكم هذا البسكويت هذا اللي كيجي لذيذ بزاف. ويعني كيجي مع قهوه ولا كويس ديال اتاي كيجي لذيذ بزاف. صافي كنخلط هكا، يعني راه باقا العجين عندي خفيفه، يعني راه باقا كتلصق كما كتلاحظوا معايا. غادي نقسمها على 2 لان وحده غادي نخليها بنكهه الفاني والاخرى غادي نخلطها مع ساشيه ديال كاكاو بودر ولا معلقه كبيره ديال كاكاو بودر. غادي نحيد هاد الاولى بعدا غادي نضيف لها الدقيق حتى تجمع مزيان ما تبقاش كتلصق، ولكن دائما كنخليو العجين ديالنا رطبه. ضفت لها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق. وهاد العجين الاخرى غادي نضيف لها واحد ساشي ديال بودره ديال الكاكاو. الا ما عطاتكمش اللون يعني اسود ضيفوا شي نص باكيه ولا شي شويه من الكاكاو حتى تحصلوا على هاد النتيجه. كما لاحظتوا معايا العجين كتكون مجموعه وفي نفس الوقت يعني رطبه. صافي كنسرح العجين الاول بالمدلك العادي، ومن بعد كنجيب هاد المدلك هذا اللي كيكون مسنن على هاد الشكل هذا باش يرسم ليا ديك الخطوط اللي الفوق اللي كتجي فوق البسكويت اللي كتعطيني واحد المنظر رائع بزاف. صافي كنحاولوا نضغطوا نديو ونجيبوا مزيان داك المدلك باش تبقى لينا مرسومه والعجين تكون رقيقه، يعني السمك ديال الحلوى يكون رقيق لانني غادي نلصقهم من بعد. صافي كناخذ هاد القطعه هذه غير باش نضمن ان يعني البسكويت كيجيني كله في حجم واحد. كنتو يعني تقدروا تقطعوا غير بالسكين، راه كتقطع يعني بكل سهوله بالسكين صافي وكتحيدوهم باش يعني كتيفيتيو حتى داك الزوائد اللي كتبقاو عاد مره كل مره تجمعوهم. يعني الا كان ممكن تقطعوا غير بالسكين ويجيكم القياس نيشان فراه احسن. صافي كنسرح كما قلت لكم العجين بين 2 بلاستيكات وكنقطعهم تيكون هذا هو الشكل ديال العجين ديال الحلوى. بعد ما كنقطعو كيكون السمك رقيق. صافي كنقادهم فواحد الطاوه اللي كتكون هذا مدهونه بالزيت ولا مفرشين لها ورق الزبده اللي بغيتو. الفرار عندي شاعل من الفوق والتحت، كنطفي عليه الفوق ونخليه فقط النار من تحت منه حتى كيتحمر ليا مزيان، غير كياخذ اللون الذهبي فقط. العجين الاسود اللي بالشوكولاته حتى هو نفس الطريقه سرحته ما بين 2 بلاستيكات. من بعد كندير ليه هذا المدلك هذا كنحاول يعني نضغط وانا كنمرر هذا المدلك هذا باش كيعطيني داك الشكل فوق البسكويت ديالي.
صافي كنبقى حتى كنضغطو مزيان هكا حتى كيترسم ليا داك الخط جيدا. صافي غادي نقطعها دابا ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الحلويات ديالنا. كما قلت لكم الفران يعني كيكون سخون بزاف، كنطفي من فوق منهم العافيه، كنخلي فقط غير تحت منهم، وعاد كنطلعوهم يتحمروا شويه من الفوق، يعني كنشعل عليهم من الفوق باش كيتحمروا واحد شويه. السمك ديال الحلوى يكون رقيق، سمحوا لي انا يعني كنعاود يعني هذا للتاكيد، لانه مع فيه الخميره راه غادي يزيد يكبر لينا الحجم ديال الحلوى ديالنا. كيفاش كنديروا السمك يكون رقيق باش هكا البسكوي كيجينا رقيق شويه وكيجي مقرمش. صافي كنستمر في تقطيع الحلوى ديالي، من بعد كنوضعها في الطاوه اللي دائما كما قلت لكم كندهنها غير بواحد النقيطه ديال الزيت صافي. صافي غنكمل هاد العجين هادي وغادي ندخلها للفرن طيب. صافي بعد ما تحمرات لي الحلوى كما قلت لكم تاخذ فقط غير اللون الذهبي، فراه يكفي راها طايبه. صافي من بعد غادي نكمل الطياب ديالهم ونتلاقى معكم في الشكل النهائي ديالها. هنا بعد ما وجدت عندي الحلوى يعني راه فقط يعني ممكن تخليوها غير على هذا الشكل هذا، يعني ما ديروا لها حتى شي اضافات، راه كتجي زوينه بزاف، يعني من الاحسن تخليوها غير بحال هكا، اولا ديروا كيف ما درت انا، يعني خديت واحد شويه الشوكولاط ذوبته وما يكونش دايب سايح بزاف، يكون هكا شويه جامع راسو باش هكا كان انا تما قصاح ليا في شويه، زدت ذوبته غير واحد شويه فقط، يعني كيخصو يكون يعني الشوكولاط يعني ماش تكونش سايح بزاف باش ما يخرج ليناش من الجناب، كيكون مجموع واحد شويه، وكنلصقوا ما بين كل جوج ديال القطع ديال البسكوي. صافي غادي نستمر على هاد العمليه هذه حتى نكمل الحليوه ديالي ونتلاقى معكم. ممكن ديروا الشوكولاط الابيض في هاد الحلوه هذه اللي بيضاء، والشوكولاط اسود في الاخرى اللي فيها الشوكولاته بنكهه الشوكولاته، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا درتهم كلهم يعني بالشوكولاط الاسود، انا مخلطه يعني شوكولاط ابيض وشوكولاط اسود في الكاسرول تما، ذوبته على حمام مائي صافي وبديت كنخدم به. صافي غادي نكمل هذا ديالي ومن بعد نتلاقى معكم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالتي ولا ديال البسكوي، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ، يعني هاكا الكويز ديال مع كويز ديال اتاي ولا كويز ديال القهوه في العشيه، كيجي زوين بزاف ولذيذ. كنتمنى انكم تجربوه، تجي حليوه مقرمشه تماما يعني بحال المذاق ديال البسكوي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايكات وبالاشتراك لاول مره كيشوف لاشين ديالي، والبارطاج ديال الفيديو الا كان عجبكم بطبيعه الحال. وشكرا بزاف للمشاهده، الى فيديو اخر بحول الله.